السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سي أمين. الله يحفظك. بنسألك على عيد الحب. والله يا أخويا ما شاء الله. عيد الحب، أولا قبل ما نتكلموا على عيد الحب نتكلموا على الحب. الحب هو عاطفة من أرقى العواطف والمشاعر في الإسلام، وهو عبادة يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحب زوجته، يحب أبناءه، يحب أمه، يحب أخته. ومن لازم هذه المحبة، هذه المحبة باش تكون صادقة عربونها أن الإنسان يحب الخير لمن يزعم حبه. يعني إذا كان الإنسان يحب أبناءه فهو يريد لهم الخير، وإذا أحب أباه وأمه فتجده يحرص على إرضائهم ونفعهم وإيصال الخير لهم. وكذلك إذا أحب الإنسان غيره من بنات المسلمين فإن عربون هذه المحبة أن يحافظ على شرف هذه المرأة المسلمة. أما عيد الحب اللي هو يعني أن يلبس الإنسان الثوب الأحمر وأن يقسم الورود الحمراء والابتسامات ويضحك مع هذه ويمشي مع هذه، ولربما في اليوم الواحد يمارس هذا العيد مع أكثر من فتاة، فهذا مجرد كذب. هذا مجرد كذب. يكفينا أنه عيد بني على فجور. السان فالنتين إذا رجعنا إلى قصته فهو عيد يعني أحب فيه راهب نصراني امرأة وقع في الفاحشة معها، فرجمه النصارى وصلبوه، فجعل الناس من يومه هذا يعني رمزا للمحبة لا، هذا رمز للشهوانية، ولكن المحبة الصادقة لا يحول بيننا وبينها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فالرجل إذا أحب المرأة فيمكنه أن يخطبها من أهلها وأن يتزوجها وأن يصبر على شظف العيش معها لأنه يحبها وقلبه تعلق بها صدقا. أما أن يجعلها وسيلة لإشباع رغباته ونزواته فهذا ليس حبا وإنما هو لعب. الآن نروح للعيد. فالعيد هذا لا أساس له في الإسلام، لأن أعيادنا أهل الإسلام هي الفطر والأضحى، وكل زيادة على هذين العيدين العظيمين فهي خروج عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون هذا العيد رمزا للشهوانية ورمزا للفاحشة والرذيلة والتي وقع فيها هذا القديس فالنتين، فنحن لا نجعله رمزا لنا. فلذلك المرأة المسلمة لا تطالب زوجها بأن يخص هذا اليوم ببعض مظاهر المحبة والمودة، لأن المحبة في ديننا صادقة، محبة طاهرة، محبة عفيفة، محبة لا تبنى على مثل هذه العوائد التي أصلها الفجور ومعصية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين، إنه جواد كريم.